تعالَ كده عايز أورّيك حاجة، تعالَ كده بُص الأستاذة أو الأستاذ بيقول إيه، ممكن تعطيني محتوى؟ والله مش عارفة أنا أعمل محتوى، مش عارفة أعمل إيه لو يمكن تساعدني. الأستاذة أو الأستاذ عايز فكرة محتوى تكون جديدة من نوعها، وفكرة محتوى تكون مطلوبة. طب إيه رأيك بقى إن محمد علاء النهارده جايب لك فكرة محتوى مطلوبة وهتفضل مطلوبة إلى الأبد، تمام؟ والأهم من كل ده إن فكرة المحتوى دي قابلة للتطوير فيما بعد، وفكرة المحتوى دي جبارة، والأهم والأحلى من كل ده إن هي مش هتحتاج منك إمكانيات أصلًا، هو يا دوبك هتثبت التليفون وتطلع تتكلم قدامه زي كده زي الباشا، فصلّ على النبي واذكر الله وتعالَ أمّا أقول لك. أول حاجة فكرة المحتوى اللي هاكلمك عليها النهارده دي، وهي ببساطة شديدة إنك تتكلم على مواصفات التليفون. تقول لي بس أنا هاقفل الفيديو يا عم أنت في إيه؟ أنا باقول لك عايزين فكرة محتوى، تقول لي اتكلم على تليفونات، هو أنا لا آكل؟ يعني أنا لا آكل يا محمد علاء عشان تقول لي أتكلم على تليفون كل يوم شكل؟ لا يا حبيبي، أنت مين قال لك هتعمل كده؟ أنت كل اللي عليك ببساطة شديدة إن أنت مثلًا تعمل كل يوم فيديو عن تليفون شكل، تقول مثلًا النهارده يا جماعة هنتكلم على سامسونج مثلًا A15، هاقول لكم يا جماعة المواصفات بتاعة التليفون ده، وهاقول لكم على المميزات بتاعة التليفون ده، وهاقول لكم على العيوب بتاعة التليفون ده، والأهم والأحلى من كل ده أنا هاعرّفكم التفاصيل الكاملة. وأنت بتتكلم هات دايمًا B-roll للتليفون، يعني أنت كل شوية طلّع صورة للتليفون حطها جنبك كده في الفيديو. طبعًا في المونتاج عدّل في الألوان بتاعتها، عدّل في شكل التليفون، ببساطة شديدة كل يوم هتطلع بتليفون شكل، وهاقول لك ليه المحتوى ده مطلوب، وهاقول لك ليه المحتوى ده عليه طلب للأبد. كل يوم ببساطة شديدة ناس شكل بتروح تجيب تليفونات شكل، أنا كواحد من الناس مش هينفع أروح أجيب تليفون غير لمّا أشوف له فيديو على النت. فببساطة شديدة أنا لمّا ألاقيك مثلًا منزّل فيديو مثلًا بتتكلم على مواصفات سامسونج A15 هاخش لك إيه ده؟ الراجل مثلًا بيشكر فيه، مش بيشكر فيه، مش هاجيبه، إنما لو أنت بتشكر فيه هاجيبه. طبعًا مع الوقت قناتك لمّا تكبر بأمر الله ويبتدي يعني القناة تجيب مشاهدات محترمة، هتلاقي أساسًا شركات التليفونات هي بتبعت لك تليفونات لحد باب بيتك تعمل عليها مراجعات. أنت فاهم الفكرة؟ مثلًا شركة سامسونج قالوا فلان الفلاني أنا طلّعت النهارده جهاز جديد، اتفضل جرّبه، ويدّوه لك كمان for free. أنت فاهم؟ طبعًا ده في حالة بقى إن قناتك كبرت بقى وأنت بتجيب مشاهدات خرافية. بس اللي يقول لك إن القناة اللي بتبقى المراجعات التليفونات دي محتاجة budget، قُل له أنت كدّاب وما بتفهمش حاجة، وهاقول لك ليه. يعني أنت مثلًا كل اللي عليك بتفتح ChatGPT أهو، أنا هافتح معاك ChatGPT، هتروح لChatGPT تقول له إيه، تقول له يا عم ChatGPT بعد إذنك أنا عايز أعمل حلقة عن تليفون سامسونج مثلًا، تمام أهو E15، عايز script محترم يكون فيه المواصفات، المميزات، العيوب، وكمان نصايح للمشتري. بُص كده، هيكتب لك حلقة كاملة، يقول لك في المواصفات بتاعة الجهاز أهو، بُص أهو التصميم والشاشة. أول حاجة نبدأ بيها التصميم، الموبايل جاي مش عارف إيه كذا، كذا، بشاشة سوبر أموليد بحجم 6.5 بوصة بدقة Full HD 90 هرتز، فاهم؟ الأداء والمعالج، الكاميرات بتيجي لك ما أعرفش إيه، الشاحن بتاعه إيه، المميزات إيه، العيوب إيه، ونصايح قبل ما تشتريه، ويا سلام بقى والخاتمة الحلوة، وتقول له كمان أنت عايز أكتر من كده، أنت عايز أكتر من كده. فهي فكرة محتوى جبارة وجامدة أوي. فأنا مش عارف أنت إزاي حاجة زي دي مثلًا مش في الدماغ، تمام؟ أنت بقى عايز تعمل 5، 6 حلقات تقول له نفس القصة أو نفس الموضوع كرره، بس في فئات مختلفة من مختلفة من شركة سامسونج. أهو بُص كده، هيجيب لك هو كام 4، 5 تليفونات من عنده. بُص كده، بُص، شايف؟ A55، A35، A15، A05، يعني أنا عملت لك 5، 6 حلقات وإحنا قاعدين أهو. طبعًا كرر نفس القصة بقى، تعمل مثلًا النهارده عن سامسونج S25 Ultra، iPhone 16 Pro Max. هاخلّي دايمًا في كل حلقة بتتكلم على تليفون شكل. وخُد بالك الحلقات دي أو القنوات دي بتجيب مشاهدات حلوة، هاقول لك ليه. كل يوم ببساطة شديدة لمّا أنت تنزّل تليفون هتلاقي التليفون ده في ناس عايزين يروحوا يشتروه، فببساطة شديدة قبل ما يشتروا هيخش يسمّع عندك في التليفون. ومش بعيد كمان ناس تعمل لك اشتراك عشان تتفرج عليك أول بأول. شكرًا كتير ليكم، كان معاكم محمد علاء المرجع الأول لمنشئ المحتوى، وأتمنى أكون حليت لك مشكلة إن أنت مش لاقي محتوى. سلام عليكم.